السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شوية من الحاجة مع إيمان. في هذا الفيديو غادي دوزو معايا نهار الجمعة وغادي نتقاسم معكم شنو شريت في هذا النهار من كارفور ماركت وبيم. كنتمنى الفيديو اليوم يعجبكم ودابا نقول لكم فرجة ممتعة. ولما كنت خارجه قلت نتقاسم معكم شنو شريت اليوم. ما شريت شي حاجه بزاف، كنت مشيت للكارفور ماركت، خديت هاد الياغورت اللي كنشريه ديما، خديت هذا اللي حتى هو مره كنشريه زويون، خديت لا كريم فريش، خديت هاد الملحه، كدرت واحد الحوت اللي مدفون بالملحه وكتقادت ليا الملحه، كنت باغا نشري هادي والملحه الغليظه صح ما لقيتهاش، لقيت غير هادي هي اللي خديت الكونفيتور، خديت اللبن الحليب، انا كسكسوح واحد لقيته محلول ولحتو دابا زدت واحد اخر ديال الكسكسو رقيق، خديت سباغيتي كناخذ ديال 4 كيجيو هكا احسن. انا شحال من حاجه كنشريها هكا صغيره كتجيني احسن من نشريها كبيره، بحال هكا الكونفيتور كنشريو قرعه صغيره وحتى تسالي وعاد نعاوتاني نشري واحده اخرى، بحال هكا حتى نوتيلا انا نوريكم، بحال هكا حتى نوتيلا كنشريو قريعات صغار، كنشري بحال هكا قرعات صغار كتسالي وحده وكنحل وحده احسن من باكيه كبيره ولا قرعه كبيره كيبرد حتى نسكافي شتو كلشي كنشريو حنايا داكشي صغير، ومن بعد باش كتسالي كناخذ وحده اخرى. المهم هذا ما شريتهمش اليوم حيت مازال عندنا الطار. شريت الفرماج، خديت كيري، خديت هاد الزبده لاول مره كنجربها بحال هاد لامارك ديال الفرماج، هاد الفرماج كيعجبني، هاد المره قلت نجرب الزبده ديالته. خديت كطون ديال الزيت، خديت هاد السلوفان، خديت سميده رقيقه على ود الحرشه، وخديت هاد القراعي اللي باكيه فيها 3 الا بقيت عاقله ب10 دراهم، جاوني زويونين، خديت 3 نوريكم هذه حليتها هما كيتسبقوا مزيان هكا كيف ما شفتوا شكلهم حتى هو هكذا زوين بلا غلاقه، يجي فيه شحال من حاجه بحال هكا فلون مهلبيه دانيت شحال من حاجه تجي فيه، وفيهم هاد اللوينات الشيبي والليموني والغوز. انا خديت 3 كل باكيه فيها 3 صافي. هادشي اللي خديت من كارفور ماركت. ومن بعد كنت دزت واحد القيصريه وخديت منها هذا خديته على الفيديوهات اللي كندير لكم فطور غدا عشاء ديال واحد، حنا عندنا هاد الطواجن الفران كبارين، قلت ناخذ شي واحد صغير وجاني رخيص، هذا 260 وجربته في الفران الصغير حيت انا بغيتو على ود الفران الصغير لقيتو تيدخل. خديت واحد ديال الزاج وهذا واحد ديال البديع حتى هو 260، هذا غارق شويه وتجي فيه حتى الكيكه. المهم هادشي بجوج بغيتهم على ود ديك السلسله اللي قلت لكم ديال فطور غدا عشاء ديال واحد، وبغيت نبقى ندخلهم غير الفران الصغير ماشي الفران الكبير. من بعد خديت هاد الشطيبه معكازه حنا تنقولوا ليها ب10 دراهم. خديت هاد البابي اللي كيتلصق، خديته باش نلصقو في ديك الكرتونه اللي غادي ندير فيها الكيفواي، يجي هكا شكلها زوين. خديت هذا ديال الرخام ب10 دراهم. خديت هذه ب 30 ريال على ود الدوش ديال بيتي، بغيت نحكو شي نهار، وهذه هي اللي كتخرجوا مزيان، خديت غير بحيده. شنو عرفتي خديت صافي. وخديت هذا واقيلا 8 دراهم بسل طويل. خديت الفورس الدقيق ديال الكنز، حنا الكنز ولا كيعجبنا بزاف ولا ما لقيناش كناخذ ميمونه. المهم خديت الكنز وخديت الزيت ديال الويلون وصافي. بحال ديما هادو اللي كيدخلوا للثلاجه كنحطهم هنايا باش نغسلهم، وتخليو حتى كيتسخطروا عاد كندخلهم للثلاجه. حتى هادو تنظر غادي نغسلهم اليوم نحيدهم. وبالنسبه للكسكسو ديال نهار الجمعه غادي نستعمل هاد النوع اللي هو كسكسو مخامس، ما عرفتش واش كيتباع هنايا ولكن حنا هذا كناخذو من العيون. انا نوريكم المكونات اللي فيه، ما عرفتش غادي يبانوا ليا ولا لا. فيه الدقيق القمح الصلب، القمح اللين، دقيق الذره، دقيق الشعير ودقيق الشعير المحمص. هذا مره كنديروه وانا نوريكم شكله من الداخل كيف داير. هو هذا وكيجي زوين خصوصا مع العيد الكبير، مع اللحم ديال العيد ولا الراس، يا سلام كيجي بنين بزاف. غادي ندهنو دابا بشويه ديال زيت العود ومن بعد بالماء وغادي نفورو حتى هو تياخذ 3 الفورات. وهذا هو الكسكسو ديال نهار الجمعه اللي درتو بالخضره.
وهنا درت واحد 2 مزاول ديال الفلفله الحاره، وحنا اكيد المغاربه خاصنا ناكلو كسكسو مع اللبن. خديت هذا ديال الشرقي. وبالنسبه لهذا الكسكسو ما تيبغيش يكون فيه المرقه بزاف، علاه دايره فيه هنا غير شويه، والمرقه دايرينها في هاد الزليفه. ودابا غادي نتغدى ونقول لكم جمعه مباركه وبصحه غداكم. ومن بعد ما كنت خرجت في الصباح وريتكم شنو تقديت، عاوتاني في العشيه كنت خرجت مشيت غير للبيم حدانا. خديت هاد لابيسين ديال الدراري الصغار اللي فيه متر 52، لا تنبين لكم الزمزه اللي فيه متر 52 على 30، والثمن ديالو جاني رخيص، تيتباع ب 64 درهم فاصلة 90، نقولوا 65 درهم. انا بحالو كنت لقيتو في كافو ولكن كدير حتى شي 100 وكذا 90 ولا مابقيتش عاقله. في بيم جاني رخيص وباقي ما حليته، تنحلو نوريه لكم كيف داير. وخديت هذه اللي كتباع ب 8 درهم فاصلة 90، وخديت لامون من بيم حتى هي. صافي هادشي اللي خديت. وباش كنت جايه خديت هاد شويه ديال الكاوكاو وما نسات الخبز، خديتو حتى هو من المخبزه. صافي هادشي اللي خديت. وفاش جيت اول حاجه درت هي العجينه ديال الرغايف، دابا وقفتها باش يتسمع ليا صوتي مزيان ما يبقاش داك الطاجيج ديال العجانه. ودابا مع العجانه ما بقاش العجز، يعني وقت ما كنتشهاو الرغايف كنديروا كميه قليله غادي تكلف داك النهار. وهادو من الزليفات اللي وريتكم قبيلات، هذا هو شكلهم. دابا غادي ندير فيهم الزيت، وهذه دايره فيها الزبده وزيت العود، والثالثه غادي ندير فيها شويه ديال السميده. هادو ما شكلهم زوينين، وبحال كي شاطت شي حاجه غادي تغطى وتبقى حتى استعمال مره اخرى. ومن بعد ما تعجنات ليا العجينه مزيان دابا كبرتها بحال هكذا وغادي نخليها ترتاح شويه. عاد من بعد غادي نديرها الرغايف. ومن بعد ما طيبت الرغايف بغيت نقاد هاد البراد اللي كيف ما كتشوفوا معايا حالته حاله غير من برا، ولكن من الداخل راه نقي. وهاد البراد القصه ديالته انه جا كادو ما عمره ما تستعمل، ونهار اللي بغينا نستعملو لقينا هكا حالته زعما تكرفس شويه. وهذا هي براد جديد وتوسخ. المهم هذه واحد الطريقه كنت شفتها في الانترنت اول مره غادي نجربها. اللي غادي ناخذ فيها البراد اللي غادي نقادو، غادي نحتاج الخل، بيكربونات الصودا، والماء اللي يكون سخون بزاف. اول حاجه غادي ناخذ البيكربونات الصودا ونديرها على البراد. كيف ما قلت لكم عندي الغرض غير من البرا حيت هو اللي مكرفس. وغادي نخوي بيكربونات الصودا، ومن بعد غادي نزيد الخل. غادي نجيب عاوتاني هادشي منين فازك نحطو عليه. دابا غادي نقدر نتحكم فيها حيت فازكه شويه من الخل. صافي. وفي الاخير غادي نخوي الماء اللي سخون وطايب بزاف. وكيف ما كتشوفوا هنا البنات ها هو الماء باقي قليل، وانا بغيت غير نجرب بالحلفه. ها هو دغيا كيتحيد. دابا غادي ندير شي ليغا في يدي وما حدو سخون غادي نمريه كله، ومن بعد غادي نوريكم النتيجه النهائيه. راني بعدت شويه الكاميرا حيت مع السخونيه ديال الماء سخون تضبب ليا بزاف، كل وقيته خاصني نمسحها، ولكن جاني الماء سخون غادي نخليه حتى يدفى ليا واحد شويه عاد غادي نكمل. صافي من بعد ما برد ليا شويه الماء دابا عاوتاني دزت باش نكملو. وانا من النوع اللي ما كنعرفش نخدم بالليكات. من بعد ما تنحكو كله غادي نغسلو غير بالصابون العادي ديال الماعن، حتى نهار عاوتاني عاد نمري بالصابون البلدي والجيكس. هو غير هكا راه بان لي النتيجه زوينه، لان حنا المغاربه خاصنا لابد نزيدو نمريو. دابا كندير هاد الجناب حتى هما شويه كحل هكا. وانا غير جربت هاد القضيه وقلت نصورها صدقات غادي نحطها، ما صدقاتش ما غاديش نحط هاد الفيديو، غادي نقلب على شي حل يكون واحد اخر. لاني تبارك الله على مولاك الفكره ومولاك الفيديو حيت بصح عطاتني نتيجه زوينه. انا نسيت كان عليا نبينو لكم في الاول هو خايب باش تشوفوا الفرق، ولكن نسيت نيش راه حطيته انا في هذا البانيو. صافي انا تقريبا مريته كله، دابا غادي نغسلو ونوريكم الشكل النهائي. وانا اليوم غادي نستعملو حيت انا من داك النوع الا درت شي حاجه وعجبني الحال ما كنصبرش خاصني نتشنو. دابا صافي غادي نغسلو وغادي نعمر اتي في هذا البراد حيت ما عمره تستعمل. هذا النهار منين تنقى مسكين غادي نستعملو.
وهذه هي الطبيله ديال اليوم. بالنسبه للاتاي عمرته في داك البراد اللي وريته لكم اللي قديته مع، كنت فرحانه وعجبتني النتيجه ديالو. خصني لابد نعمر فيه شي بريري ديال اتاي. وبالنسبه للاتاي فدرته بالنعناع، والنعناع كنشرو من عند واحد السيد اللي طبيعي ما فيش الدواء، وحنا خلاص عندنا في الجرده غير هاد الايام تقاد علينا عليه، ولينا كنشريو بزاف من عند هاد السيد اللي عنده داكشي طبيعي. وهادو هما الرغيفات اللي هاد النهار ما عرفتش شنو وقع ليا حتى جاتني الحداقه ونط قديتهم. وبالنسبه لهاد الكيكه فراه بقات لينا من البارح، بقى لينا هاد شويه حطيته حتى هما في الطبله. وفاش كنت جايه من بيم كنت دزت المول الزريعه وخديت شويه ديال الزريعه، الكحله، البيضه، شويه ديال الكاوكاو، وهادوك خلاص دوك الفاكهات اللي كنت خديتهم من بيم. وفاش ساليت الكاسكروط هنايا دزت ندير لكم هذا الفيديو، وهنايا درت لكم بعض اللقطات حيت انايا باقي باش نبغي نصور كتشدني شويه ديال الضحكه، وانا جمعت لكم دوك اللقطات كلهم في هذا الفيديو. وبالنسبه لهذا الفيديو فراه ديال الهدايا ديال الجيف واي. وبالنسبه للبنات والمشتركين جداد يلا دخلوا القناه وما شافوش، دابا نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. وفي هذا الفيديو كنت صورتكم واش تبغيوني نبقى نكتب احسن تعليق بالنسبه ليا في الاخر ديال الفيديو. ساعات شحال من البنت باقي ما جاوباتني، غادي نعاود نسولكم على هذه الفكره واش تبغيو نبقى ندير لكم التعاليق ولا احسن تعليق عجبني في الاخر ديال الفيديو. وباش نعرف ان الفكره عجبتكم دابا نخلي لكم واحد التعليق تحت هذا الفيديو، ولا لقيت نسبه الاعجاب بزاف غادي ندير هذه القضيه. اما الا ما لقاش الاعجاب بزاف ما غاديش نديرها حيت ما غاديش تكون عجبكم الفكره. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو اللي كتمنى يكون عجبكم، وبحال ديما غادي نقول لكم فيديو اليوم تسالى، ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.